11 من ديسمبر 2024 يوم لن ينسى في تاريخ المغرب بعد إعلان فوز ملفها المشترك مع إسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030. لكن الرياح لا تأتي دائما كما تشتهي السفن، فالأزمات بدأت مبكرا جدا قبل 6 سنوات من البطولة وبعد يومين من الفوز بشرف التنظيم. وبطل الأزمة هو ملعب كامب نو، المرشح الأبرز لاستضافة نهائي البطولة، وهو المرشح أيضاً لاستضافة الافتتاح. الملعب الذي سيتم افتتاحه لاحقاً هذا الموسم واسمه الجديد صار سبوتيفاي كامب نو، هو واحد من 3 مرشحين لاستضافة المباراتين الأكثر أهمية، افتتاح كأس العالم والنهائي، رفقة سانتياغو برنابيو وملعب الحصن الثاني. المغرب تود نيل شرف استضافة النهائي وبرهنت عن جاهزيتها في أكثر من محفل قاري ودولي. والعاصمة الإسبانية مدريد لن ترضخ لمطالب برشلونة، وعمدة المدينة يرى سانتياغو برنابيو أحق بأن يقام عليه نهائي كأس العالم المئوي، بينما ديفيد سكودي المستشار الرياضي لمجلس مدينة برشلونة يرى أن كامب نو هو المرشح الأفضل لاستضافة المباراتين الأكثر أهمية، وأن ملعب كورنيا موندويك خيار ثان بعد كامب نو بسبب شهرة الملعب وتجديده وخبرة المدينة في التنظيم. ويقام كأس العالم 2030 بين 17 مدينة، 9 منها في إسبانيا وعلى رأسها برشلونة ومدريد وإشبيليا وسوركستا، و6 في المغرب هي أغادير وفاس ومراكش وطنجة والرباط والدار البيضاء، ومدينتان برتغاليتان هما لشبونة وبورتو. برأيك أي ملعب يستحق أن يستضيف نهائي كأس العالم 2030؟